أنا ليلى، عندي 45 سنة، ودي قصتي مع جوزي كريم اللي عنده 48 سنة، ومع يوسف ابن صديق جوزي اللي عنده 23 سنة. اسمعوا القصة دي كويس قوي علشان تفهموا ايه اللي وصلني الحالة اني اعمل اللي عملته، وتعرفوا مين المذنب الحقيقي في الحكاية دي. اللي اعمل اللي ليلى حصل بعد كده محدش كان يتوقعه، لا انا ولا كريم ولا حتى يوسف. المسكين اللي دخل في دوامة ما كانش يعرف هيطلع منها ازاي. القصة دي لازم تسمعوها من أولها لآخرها علشان تعرفوا السر اللي بينا وتفهموا ليه. أنا دلوقتي قررت أسيب كل حاجة وأبدأ من جديد، وياريت لو أول مرة تدخل القناة تشترك وتفعل الجرس علشان القصة توصلك كاملة. ولو أنت من عيلتنا ما تنساش اللايك علشان القصة دي تطلع لكل الناس. يلا بينا نبتدي ونشوف ايه اللي حصل بين الزوجة وابن صديق جوزها تحت نظر جوزها وبأمره. أنا ليلى متجوزة كريم بقالنا 15 سنة. كريم راجل ناجح وعنده شركة استيراد وتصدير ومعاه فلوس كويسة الحمد لله. احنا عايشين في فيلا حلوة في حي راقي، بس في مشكلة كبيرة قوي، مشكلة فضلت تموتني من جوه طول السنين دي. احنا ما عندناش أطفال أول 10 سنين من جوازنا. كنا بنحاول بكل الطرق، رحنا لكل الدكاترة، عملنا كل التحاليل، أنا كنت سليمة تمام الحمد لله. بس كريم كان عنده مشكلة صغيرة في العدد، مش حاجة كبيرة بس كانت بتأخر الحمل. قبل 5 سنين حصلت المصيبة الكبيرة. كريم اتعرض لحادثة عربية وحشة قوي، كان راجع من سفر العربية، انقلبت كريم نجا بأعجوبة بس اتصاب في العمود الفقري، والحوض الدكاترة عملوا عمليات كتير وكريم رجع يمشي تاني الحمد لله. بس قالوا لنا حاجة خلتني أنهار، قالوا إن كريم بقى عقيم تمام، مفيش أي فرصة إنه يخلف تاني بسبب الإصابات اللي في الحوض. أنا يومها عيطت قوي، مش علشان نفسي في الأطفال بس، لأ أنا كنت بحس بكريم، كان محطم قوي، كان دايما يقول إن هو مش راجل كامل، إنه فشل، إنه مش هيبقى ليه وريث يكمل مسيرته وشركته اللي تعب عليها سنين طويلة. حاولت أقنعه إن إحنا ممكن نتبنى طفل أو نعيش حياتنا عادي من غير أطفال، بس كريم كان رافض تام، كان عايز ابن من دمه يحمل اسمه. السنين عدت وكريم فضل مكتئب رغم إن الشركة بتاعته كانت بتكبر وبيكسب فلوس أكتر، بس كان دايما حزين، ما كانش بيضحك زي زمان. علاقتنا بقت باردة شوية، مش زي الأول. كنت حاسة إنه بيبعد عني مش علشان مش بيحبني، لأ كان بيحبني بس كان حاسس بالذنب، حاسس إنه حرمني من الأمومة. قبل سنة من دلوقتي حصلت حاجة غيرت كل حاجة. صديق كريم المقرب جدا اسمه صلاح توفى فجأة بجلطة في القلب. صلاح ده كان صاحب كريم من أيام الجامعة، كانوا زي الإخوات بالظبط. كريم اتصدم جدا لما صلاح مات. صلاح كان مطلق وعنده ابن واحد بس اسمه يوسف. يوسف ده كان عنده 22 سنة، وقتها طالب في كلية الهندسة. أمه سابت مصر وراحت تعيش بره مع جوزها الجديد وسابته لأبوه. لما صلاح مات يوسف فضل لوحده، ما عندوش حد في مصر. كريم حس بمسؤولية كبيرة ناحيته، راح ليوسف وقال له انت لازم تيجي تعيش معانا، احنا عيلتك دلوقتي. يوسف في الأول رفض، قال انه عايز يعيش لوحده في شقة صغيرة، بس كريم قصر قوي، قال له أبوك كان أخويا وأنا مش هسيبك لوحدك أبدا. يوسف في الآخر وافق وجي عاش معانا في الفيلا. أول ما يوسف دخل بيتنا حسيت إن البيت اتملى حياة يوسف. شاب محترم قوي، مؤدب، كلامه قليل، بيذاكر كويس في كليته، طوله حوالي 185 سم، شكله حلو وبنيته رياضية، كان بيروح الجيم كل يوم. أنا بدأت أحبه حب الأم لابنها، كنت بعتبره الابن اللي ربنا حرمني منه، كنت بهتم بيه، بأكله، ألبس هدومه، بسأل عليه في دراسته. وكريم كمان كان مبسوط جدا بوجود يوسف، كان دايما يقول إن يوسف ده زي ابننا بالظبط. بعد 3 شهور من وجود يوسف معانا لاحظت إن كريم بقى مبسوط أكتر من الأول، بقى يضحك تاني، بقى يحكي معايا أكتر. حسيت إن وجود يوسف ملى الفراغ اللي كان في حياتنا. في ليلة من الليالي أنا وكريم كنا قاعدين في أوضة النوم، كريم فجأة بصلي وقال يا ليلى أنا عايز أكلمك في موضوع مهم قوي. قلت له خير يا حبيبي، في حاجة؟ قال ليه أنا بفكر في حاجة من زمان وعايز أقولها لك بس خايف تزعلي مني. قلت له قول يا كريم، احنا جوز ومراته ومفيش أسرار بينا. قال لي أنا عارف إن أنا حرمتك من الأمومة وإن ده كان بيوجعني جدا طول السنين اللي فاتت، بس دلوقتي أنا لقيت حل.
قلت له حل ايه يا كريم؟ احنا جربنا كل حاجة والدكاترة قالوا مفيش امل. قال لي مش الحل ده، انا بتكلم عن حل تاني، حل مختلف خالص. قلت له ما تقولش وخلصنا. قال لي بص يا ليلى، يوسف ده شاب محترم وابن صاحبي الغالي قوي عليا، انا بحبه زي ابني بالظبط، ولو كان ابني من صلبي ما كنتش احبه اكتر من كده. ايه رأيك لو يوسف يبقى ابو ابننا الحقيقي؟ انا اتصدمت من كلام كريم، ما فهمتش هو بيقول ايه بالظبط. قلت له يعني ايه يا كريم؟ انا مش فاهمة. قال لي يعني انك تحملي من يوسف وانا ربي الطفل ده على انه ابني. الولد ده هيبقى ابن صاحبي وفي نفس الوقت هيبقى وريث اللي هياخد اسمي ويكمل مسيرتي. انا جمدت في مكاني، ما قدرتش انطق، مش مصدقه ان كريم جوزي بيقول لي الكلام ده. قلت له بصوت مرتعش انت بتقول ايه يا كريم؟ انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ ده حرام، ده زنا، ده مش جواز. قال لي انا عارف انه حرام بس انا مش لاقي حل تاني. انا عايز ابني يحمل اسمي، مش عايز كل اللي تعبت فيه يروح لحد تاني. انا مستعد اتحمل الذنب ده قدام ربنا، بس انا عايز وريث. قلت له بعصبيه انا مش هعمل كده ابدا، ده حرام وغلط ومستحيل اخون جوزي حتى لو هو اللي طالب مني كده. قال لي انا مش بطلب منك تخونيني، انا بطلب منك تنقذي جوازنا وتحققي حلمي في اني يبقى ليا ابن فكري في الموضوع يا ليلى. انا مش هجبرك على حاجه بس ارجوكي فاكري. ايه الايام اللي بعد كده كانت صعبه قوي عليا، كنت مش عارفه اعمل ايه. كريم فضل يكلمني في الموضوع كل يوم، كان بيقنعني ان ده الحل الوحيد، ان يوسف شاب محترم ومن عيلة كويسة، وان الطفل اللي هيجي منه هيبقى طفل كويس، وان مفيش حد هيعرف الحقيقة غيري وغيره وغيره. يوسف كان بيقولي ان انا كمان محتاجة ابقى ان ده حقي، وانه هو اللي حرمني من الحق ده علشان العقم بتاعه. انا فضلت افكر وافكر لحد ما بدأت اقتنع شوية. بدأت اقول لنفسي ان فعلا انا محتاجة ابقى إن الأمومة دي حاجة جوايا بتموتني من سنين، إن كريم جوزي اللي بحبه هو اللي طالب مني كده، وإنه مش هيزعل مني ولا هيحس إني خنته. بدأت أفكر في يوسف الشاب المحترم اللي فعلا بحبه زي ابني. بدأت أتخيل شكل الطفل اللي ممكن يجي منه طفل جميل وذكي زي أبوه. بعد شهر من التفكير قررت إني أوافق. رحت لكريم وقلت له أنا موافقة، بس بشرط إن ده يفضل سر بينا للأبد ومحدش يعرف أبدا، وإن يوسف يوافق هو كمان ومحدش يجبره على حاجة. كريم فرح قوي، حضني وبسني وقال لي أنا بحبك قوي يا ليلى، انتي بتنقذي حياتي وبتحققي حلمي. قلت له بس ازاي هنقول ليوسف؟ ازاي هنقنعه؟ هو شاب محترم ممكن يرفض. قال لي سيبيها عليا أنا هكلمه. في اليوم التاني كريم كلم يوسف وقال له عايز أكلمك في موضوع مهم. يوسف قلق شوية، قال له خير يا عمو كريم، في حاجة غلط؟ كريم قعد معاه وحكاله كل حاجة، قال له إنه عقيم وإنه عايز وريث، وإن هو شايف إن يوسف ده أنسب واحد يبقى أبو الوريث ده علشان هو أعز صاحب عنده، وإنه بيثق فيه وبيحبه زي ابنه. يوسف اتصدم طبعا، قال له يعني إيه يا عمو كريم؟ أنا مش فاهم أنت عايزني أعمل إيه كريم؟ قال له بصراحة أنا عايزك تحمل ليلى مراتي علشان يبقى ليه ابنه وأنا هربي الطفل ده على إنه ابني وهيبقى وريثي، وانت طبعا هتبقى أبوه الحقيقي، بس ده هيفضل سر بينا. يوسف قام من مكانه بعصبية وقال لأ، مستحيل، ده حرام، ده غلط، أنا ما أقدرش أعمل كده مع حضرتك زي أبويا والطنط ليلى زي أمي، ما ينفعش أبدا. كريم قال له بهدوء أنا عارف إنها حاجة صعبة بس أنا بتوسلك، ده أنا بطلب منك خدمة محدش غيرك يقدر يعملها، أنا مش لاقي حل تاني، أنت ابن صاحبي الوحيد وأنا واثق فيك، لو عملت ده هتبقى أنقذت حياتي وحياة ليلى، وهديك كل حاجة عايزها، فلوس، شقة، عربية، أي حاجة. يوسف قال له أنا مش محتاج فلوس يا عمو كريم، أنا بس مش مرتاح للموضوع ده. كريم فضل يقنعه أيام وأيام لحد ما يوسف بدأ يلين شوية. يوسف جه لي مرة وأنا في المطبخ قال لي يا طنط ليلى ممكن أكلمك؟ قلت له اتفضل يا يوسف. قال لي عمو كريم كلمني في موضوع وأنا مش عارف أعمل إيه، أنا بحترمكم قوي وما أقدرش أعمل حاجة غلط معاكم. قلت له أنا عارفة يا يوسف، وأنا كمان كنت رافضة الفكرة دي من الأول، بس أنا فكرت كويس ولقيت إنها الحل الوحيد. أنا محتاجة أبقى يا يوسف، محتاجة أحس بالأمومة دي، وكريم محتاج يبقى أب ويبقى له وريث. أنت الوحيد اللي نثق فيه ونحبه ونعتبره من العيلة، لو ما عملتش كده حياتنا هتفضل ناقصة للأبد. يوسف سكت شوية وبعدين قال بس أنا خايف من ربنا، ده حرام،
قلت له أنا وكريم هنتحمل الذنب ده قدام ربنا، انت مش مذنب، انت بس بتساعد ناس محتاجينك، وبعدين ده مش هيبقى زنا عادي، ده هيبقى بنية اننا نخلف طفل يتربى في بيت محترم، مش علشان شهوة ولا حاجة. يوسف فضل يفكر أيام كتير وفي الآخر وافق، قال إنه موافق بس بشرط إن ده يحصل مرة واحدة بس، ولو حصل حمل خلاص ينتهي الموضوع وإن محدش يعرف أبدا. اتفقنا على كل حاجة. كريم حدد يوم معين كان يوم الجمعة، قال إنه هيسافر الصبح ويرجع بالليل علشان أنا ويوسف نبقى لوحدنا في البيت. أنا اليوم ده كنت خايفة أوي وقلقانة، مش عارفة أعمل إيه، بس كنت مصممة إني أكمل علشان خاطر كريم وعلشان خاطر حلمي في الأمومة. الصبح كريم سافر فعلا وأنا فضلت في البيت مع يوسف. يوسف كان قاعد في أوضته وأنا كنت في أوضتي، كل واحد فينا خايف يقرب من التاني. الساعة 3 العصر تقريبا يوسف خبط على باب أوضتي، قال لي يا طنط ليلى ممكن أدخل؟ قلت له اتفضل يا يوسف. دخل وكان شكله متوتر قوي وأنا كمان كنت متوترة. قال لي أنا جاية علشان أنا وإنتي لازم نتكلم الأول. قلت له اتكلم يا يوسف. قال لي أنا عايزة أقول إني أنا ما بعملش كده علشان فلوس ولا مصلحة، أنا بعمله علشان أنا فعلا بحب عمو كريم وبحترمك إنتي وعايزة أساعدكم. قلت له أنا عارفة يا يوسف وأنا شاكرة ليك قوي إنك وافقت تعمل كده. قرب مني شوية وقال بس أنا خايف. قلت له خايف من إيه؟ قال خايف إني أكون مش قد المسؤولية دي، خايف إني معرفش أعمل صح، أنا يعني مش عندي خبرة كبيرة في الحاجات دي، أنا حبيت مرة واحدة بس زمان وانتهت بسرعة، أنا ضحكت ضحكة خفيفة علشان أخفف عنه التوتر. قلت لا ما تقلقش يا يوسف، الموضوع ده طبيعي وبسيط، المهم إننا نكون مرتاحين ومش متوترين. قعدنا نتكلم ساعة كاملة علشان نكسر الحاجز بينا ونبقى مرتاحين أكتر. بعدين قمت ومسكت إيده وقلت له يلا بينا يا يوسف، خلينا نبدأ ونخلص بسرعة علشان ما نفكرش كتير. دخلنا أوضة النوم أنا وهو والقلب بتاعي كان بيدق بسرعة رهيبة. أنا كنت خايفة ومتوترة بس في نفس الوقت كنت حاسة إني بعمل ده علشان هدف كبير، علشان أبقى أم يوسف. كان خايف أكتر مني، كان واضح عليه التوتر قوي. قربت منه وقلت له يا يوسف أنا عايزة أقولك حاجة مهمة، أنا مش عايزاك تحس إنك بتعمل حاجة غلط، أنت بتساعدنا، أنت بتعمل خير، إحنا مش بنزني ولا حاجة، إحنا بنحاول نخلف طفل، بس لما الطفل ده يجي هنربيه أحسن تربية وهنخليه إنسان كويس ونافع للمجتمع ده. اللي المهم يوسف بصلي وقال أنت متأكدة يا طنط ليلى إننا عايزين نعمل كده؟ قلت له أيوة يا يوسف أنا متأكدة. قلت له بس يا يوسف أنا مش عايزاك تقولي يا طنط ليلى النهاردة، قولي يا ليلى بس علشان نحس إن إحنا مش بنعمل حاجة غلط، علشان نحس إننا راجل وست عايزين يخلفوا مش طنط وابن أختها. يوسف قال لي تمام يا ليلى زي ما انت عايزة. بدأ يوسف يقرب مني بخوف كده، كان بيرتعش. أنا مسكت إيده علشان أطمنه، قلت له ما تخافش يا يوسف، إحنا هنعمل اللي المفروض نعمله وخلاص. بدأ يبوس إيدي بوسات خفيفة كده وأنا حسيت بحاجة غريبة جوايا، حاجة ما كنتش متوقعاها. حسيت بدفء، حسيت إني محتاجة الحنان ده فعلا. كان بيبوس إيدي ورقبتي بهدوء وأنا سبت نفسي ليه. كنت قافلة عيني وبحاول ما أفكرش في حاجة غير إن ده الطريق للأمومة اللي أنا محتاجاها. بعد شوية بدأ الموضوع ياخد شكل أعمق. يوسف كان بيحاول يكون رقيق قوي معايا، كان بيتعامل معايا بكل احترام، وأنا كنت بحاول أساعده وأخليه يحس إني موافقة ومرتاحة. الموضوع استمر حوالي نص ساعة كاملة. أنا كنت حاسة بمشاعر غريبة ما كنتش متوقعاها، كنت حاسة بل لازم ما كنتش حسيت بيها من سنين طويلة مع كريم. كنت حاسة إن جسمي بيستجيب ليوسف بطريقة ما كنتش متوقعاها. كنت بصرخ صرخات مكتومة من الإحساس ده. يوسف كان بيقولي كلمات حلوة كده، كان بيقولي انت جميلة يا ليلى، انت ست رائعة، انت تستاهلي كل خير. كان بيقول الكلام ده وانا كنت بحس اني فعلا ست محتاجة احس بأنوثتي تاني، محتاجة حد يقدرني ويحسسني اني مرغوبة. الموضوع كان بيزيد وانا كنت بحس اني بدأت انسى اني بعمل ده علشان الحمل، بس بدأت انسى ان ده مجرد واجب. بدأت احس اني بستمتع فعلا، بدأت احس اني عايزة يوسف مش علشان الطفل بس، لا علشان هو نفسه. في لحظة معينة حسيت ان يوسف وصل للنهاية، وانا كمان حسيت بإحساس قوي جدا ما كنتش حسيت بيه من سنين. انا صرخت صرخة قوية ويوسف كمان انه بصوت عالي، وبعدها وقعنا على السرير تعبانين.
فضلنا ساكتين دقايق طويلة مش عارفين نقول ايه. انا كنت حاسة بالذنب بدأ يدخل عليا، بدأت افكر في اللي عملته واقول لنفسي ده انا عملت حرام، ده انا خنت جوزي حتى لو هو اللي طالب مني كده. بس في نفس الوقت كنت حاسة بسعادة غريبة، كنت حاسة ان جسمي اخيرا ارتاح، كنت حاسة ان ست تاني مش مجرد تمثال في البيت. يوسف قام من على السرير ولبس هدومه بسرعة وقال لي أنا آسف يا طنط ليلى، أنا ما كنتش قصدي أخليكي تحسي بذنب، أنا بس كنت بنفذ اللي اتفقنا عليه. قلت له أنا عارفة يا يوسف وأنا مش زعلانة منك، أنت ما عملتش حاجة غلط، إحنا الاتنين عملنا اللي كان لازم يتعمل. يوسف خرج من الأوضة وأنا فضلت قاعدة لوحدي أفكر في اللي حصل. كنت بحاول أفهم المشاعر اللي حسيت بيها، كنت بحاول أقنع نفسي إن ده كان مجرد واجب، بس عميقا جوايا كنت عارفة إن في حاجة اتغيرت، كنت عارفة إن حسيت بحاجة أكبر من مجرد أداء واجب، كنت حسيت برغبة حقيقية، كنت حسيت بشهوة، كنت حسيت إن عايزة يوسف تاني. بعد ساعتين تقريبا كريم رجع من السفر، دخل البيت وجه على طول لأوضة النوم، لقاني قاعدة على السرير، بصلي بنظرة فيها ترقب وقال لي حصل إيه؟ قلت له حصل اللي كنت عايزه يا كريم. فرح قوي وحضني وقال لي الحمد لله يا رب يكون حصل حمل. قلت له يا رب. الأيام اللي بعد كده كانت غريبة قوي، أنا كنت بتعامل مع يوسف عادي قدام كريم، بس كان في توتر بيني وبينه. كنت لما بشوفه بفتكر اللي حصل وأحس بمشاعر غريبة، كنت بحس إني عايزاه تاني، بس كنت بحاول أقاوم الإحساس ده. كنت بقول لنفسي لأ، ده غلط، ده كان مرة واحدة بس وخلاص. يوسف كمان كان بتجنبني، كان لما يشوفني يبص في الأرض ويمشي، كان واضح عليه الإحساس بالذنب. بعد أسبوعين كريم كلمني وقال لي يا ليلى، أنا خايف يكون ما حصلش حمل من المرة اللي فاتت، يمكن نحتاج نكرر الموضوع تاني. قلت له ليه؟ يعني ممكن يكون حصل حمل ونستنى نشوف. قال لي أيوة، بس علشان نضمن، يعني ممكن نعمله كمان مرة أو اتنين. أنا اتصدمت من كلامه، ما كنتش متوقعة إنه يطلب كده. قلت له بس يا كريم إحنا اتفقنا مرة واحدة بس. قال لي أيوة، بس أنا بقول كده علشان نضمن، ولو حصل حمل فعلا من المرة الأولى يبقى الحمد لله ومش هنحتاج نكرر. أنا معرفتش أرفض الحقيقة، جزء مني كان عايز أكرر الموضوع تاني، جزء مني كان عايز يحس بيوسف تاني، كان عايز يحس باللذة دي تاني، بس كنت خايفة أعترف بكده لنفسي. قلت لكريم تمام زي ما انت شايف. كريم راح كلم يوسف تاني ويوسف وافق برضه، بس كان واضح عليه التردد. المرة التانية كانت بعد 3 أيام، كريم سافر تاني وأنا ويوسف فضلنا لوحدنا. المرة دي كان في فرق كبير، المرة دي ما كانش في توتر زي المرة اللي فاتت، المرة دي كان في حاجة تانية، كان في رغبة واضحة من الطرفين. أنا ويوسف دخلنا أوضة النوم وبدأنا من غير ما نتكلم كتير، بدأنا بشكل أسرع وأقوى من المرة اللي فاتت. يوسف كان أجرأ المرة دي، كان بيبوسني بوسات أعمق وكان بيلمسني بطريقة أكتر ثقة، وأنا كنت بستجيب ليه بشكل أوضح، كنت بحضنه وبقرب منه أكتر، كنت بقوله كلمات تشجيعية، كنت بقوله يوسف أنت راجل قوي، أنت بتعرف تعمل كده كويس قوي، كمل كمل الموضوع. المرة دي استمر أطول من المرة الأولى، استمر ساعة كاملة تقريبا. أنا المرة دي وصلت لذروة اللذة أكتر من مرة، كنت بصرخ بصوت عالي ويوسف كان بيزيد من قوته وسرعته كل ما كنت بصرخ أكتر. أنا حسيت إني في عالم تاني، حسيت إني نسيت كل حاجة، نسيت كريم، نسيت الذنب، نسيت الحمل اللي المفروض إني بعمل ده علشانه. كل اللي كنت فاكراه هو يوسف ولذتي معاه. لما خلصنا أنا ويوسف فضلنا في حضن بعض دقايق طويلة مش عايزين نسيب بعض. يوسف بصلي وقال يا ليلى أنا حاسس إني بحبك. أنا اتصدمت من كلامه، قلت له لا يا يوسف، ما تقولش كده، ده مش حب، ده مجرد شهوة، ده مجرد إننا بنعمل حاجة محرمة وبنحس بلذة منها، بس مش حب. قال لي لا، أنا فعلا بحس بحاجة ناحيتك، مش بس شهوة، أنا بحس إني مرتاح معاكي، بحس إن عايزك تفضلي معايا. قلت له يوسف إحنا مش ممكن نكمل كده، ده غلط وحرام وأنا متجوزة ولازم نوقف. قال لي طيب نوقف بعد المرة الجاية. قلت له المرة الجاية إيه؟ إحنا عملناها مرتين خلاص كفاية. قال لي بس أنا عايزاك تاني وإنتي كمان عايزاني، أنا شايفة ده في عينيك. أنا سكت مش عارفة أرد إيه، كان عنده حق، أنا فعلا كنت عايزاه تاني، كنت عايزة أحس باللذة دي تاني، بس كنت خايفة، خايفة من نفسي، خايفة إن أكون بدأت أحبه فعلا،
خايفة إن أكون بخون كريم، مش بس بجسمي لأ كمان بقلبي. يوسف قام ولبس هدومه وخرج من الأوضة، وأنا فضلت قاعدة لوحدي أعيط. كنت بعيط من الذنب ومن الخوف ومن المشاعر المتناقضة اللي جوايا. لما كريم رجع من السفر قلتله إن الموضوع حصل تاني، فرح قوي وحضني الأيام. بعد كده كريم لاحظ إن أنا مبسوطة أكتر من الأول، لاحظ إني بضحك وبتكلم معاه أكتر، ظن إن ده علشان أنا مبسوطة بفكرة إني ممكن أكون حامل، بس الحقيقة كانت إني مبسوطة علشان يوسف، كنت مبسوطة علشان حسيت بأنوثتي تاني، علشان حسيت إني ست مرغوبة. بعد أسبوع كريم رجع كلمني تاني، قال لي يا ليلى أنا عايز نعمل الموضوع مرة أخيرة علشان نضمن. المرة دي أنا معترضتش، وافقت على طول من غير تفكير. كنت عايزة أشوف يوسف تاني، كنت عايزة أحس باللذة دي تاني. المرة التالتة كانت الأقوى، أنا ويوسف عملناها أكتر من مرة في نفس اليوم، عملناها 3 مرات متتالية. كنا زي المجانين مش عارفين نشبع من بعض. بعد المرة التالتة دي أنا بدأت ألاحظ تغييرات في نفسي، بدأت ألاحظ إني مش بحب كريم زي الأول، بدأت أحس إني بقارن بينه وبين يوسف في كل حاجة. بقيت لما كريم يقرب مني أتخيل يوسف، بقيت لما كريم يكلمني أتمنى لو كان يوسف اللي بيكلمني. بدأت أحس إني فعلا بحب يوسف، مش بس شهوة، لا حب حقيقي. بعد شهر عملت تحليل حمل طلع إيجابي، كنت حامل فعلا. كريم فرح فرحة ما شفتهوش، فرحان كده من سنين، فضل يحضني ويبوسني ويشكرني. كان بيقولي انتي عملتي معجزة يا ليلى، انتي حققتي حلمي، انتي أحسن واحدة في الدنيا. أنا كنت مفروض أفرح معاه، بس أنا ما كنتش فرحانة. قوي، كنت حاسة بالذنب، كنت عارفة إن الطفل ده مش ابن كريم، ده ابن يوسف، وكنت حاسة إني خاينة. يوسف لما عرف بالخبر بصلي نظرة فيها حزن وفرح، في نفس الوقت كان حزين علشان عارف إن الطفل ده ابنه بس مش هيقدر يعترف بيه أبدا، وكان فرحان علشان هيبقى في طفل من دمه موجود في الدنيا. راح في أوضته وقفل على نفسه، ما كلمش حد طول اليوم. أنا رحت ليه بليل، خبطت على بابه، قلت له يا يوسف ممكن أدخل؟ قال لي اتفضلي. دخلت، لقيته قاعد على السرير حزين. قلت له انت زعلان ليه؟ قال لي أنا مش زعلان، أنا بس حاسس بحاجة غريبة، حاسس إني هبقى أب، بس مش هقدر أقول إني أب. حاسس إن ابني هيكبر وهينادي على عمه كريم يقوله بابا، وأنا هبقى مجرد واحد غريب عنه. قلت له أنا آسفة يا يوسف، أنا عارفة إن ده صعب عليك، بس ده اللي احنا اتفقنا عليه من الأول. قال لي أيوة، بس أنا ما كنتش متخيل إن الإحساس ده هيبقى صعب كده. قرب مني وقال يا ليلى أنا بحبك وبحب الطفل ده، حتى لو مش هقدر أقول إنه ابني أنا هفضل جنبكم وهحميكم. أنا حسيت بدموع بتنزل من عيني، حضنته وقلت له وأنا كمان بحبك يا يوسف، بحبك بطريقة ما كنتش متخيلة إني ممكن أحس بيها تجاه حد غير جوزي. بس إحنا لازم نوقف، لازم ننسى اللي حصل ونكمل حياتنا عادي. قال لي أنا مش هقدر أنساكي أبدا. قلت له لازم نحاول. الشهور بعد كده كانت صعبة قوي، أنا كنت حامل وبطني بتكبر، وكريم كان مبسوط جدا، كان بيهتم بيا ويدلعني ويجيب لي كل حاجة أطلبها، بس أنا كنت حاسة بالذنب طول الوقت، كنت حاسة إني بخدع، كنت حاسة إني مراتة وحشة. يوسف كان بيبصلي من بعيد، كان بيشوف بطني وهي بتكبر، وكان واضح على وشه الحزن والشوق، كان عايز يقرب ويلمس بطني ويحس بابنه، بس ما كانش يقدر. في يوم من الأيام وأنا في الشهر الخامس، أنا ويوسف كنا لوحدنا في البيت، كريم كان في الشغل. يوسف جه عندي وأنا قاعدة في الصالة، قال لي يا ليلى ممكن ألمس بطنك، عايز أحس بابني. قلت له يوسف ده مش صح، بس هو قرب مني وحط إيده على بطني بهدوء وفضل يحسس بإيده، وهو باين عليه الفرحة والحزن في نفس الوقت. قال لي ده ابني، الطفل ده جزء مني، وأنا مش هقدر أقوله كده أبدا. أنا مسكت إيده وقلت له يوسف أنا وعدك إن الطفل ده هيعرف مين أبوه الحقيقي، لما يكبر هقوله الحقيقة، مش هسيبه يعيش في كدبة. قال لي ومتخفيش من ردة فعله. قلت له هو ابني وابنك وهيفهم لما يكبر. وفجأة يوسف قرب مني أكتر وبسني، كان بوسة طويلة وعميقة. أنا حاولت أبعده في الأول، بس بعدين سبت نفسي. ليه؟ كنت محتاجة البوسة دي، محتاجة أحس إنه لسه بيحبني. وبعد البوسة هو قال لي أنا مش قادر أبعد عنك يا ليلى، أنا بفكر فيكي كل يوم، بحلم بيكي كل ليلة. قلت له وأنا كمان يا يوسف، أنا كمان مش قادرة أنساك. وبدأنا تاني
بدأنا نعمل اللي كنا بنعمله، وأنا حامل في الشهر الخامس عملناها في الصالة على الكنبة. كانت غلطة كبيرة، كنا المفروض نوقف بس ما قدرناش، كنا المفروض نفكر في كريم وفي الطفل بس ما قدرناش. الشهوة كانت أقوى مننا، الحب كان أقوى مننا. عملناها مرة واحدة وبعدها ندمنا ندم شديد. أنا قعدت أعيط ويوسف قعد جنبي حزين. قلت له احنا غلطنا يا يوسف، غلطنا غلطة كبيرة. قال لي أنا عارف بس أنا مش قادر أقاوم. قلت له لازم دي تكون آخر مرة، لازم نوقف خالص. قال لي تمام آخر مرة، بس ما كانتش آخر مرة. كررناها بعدها 3 مرات تانيين. في فترة الحمل كل مرة كنا بنقول آخر مرة وبعدين نرجع نعملها تاني. كنا مدمنين على بعض، مش قادرين نبعد عن بعض. كريم طبعا ما كانش يعرف حاجة، كان مبسوط ومنتظر الطفل بفارغ الصبر. بعد 9 شهور ولدت ولد جميل قوي كريم، سماه عمر. كان فرحان جدا، فرحة ما شفتهاش في عيني حد قبل كده. أول ما شاف الطفل فضل يعيط من الفرحة، كان بيقول ده ابني، ده وريثي، ده اللي هيكمل مسيرتي. كان بيحضن الطفل ويبوسه، وأنا كنت بشوف المشهد ده وقلبي بيتقطع. كنت عارفة إن الطفل ده مش ابنه، ده ابن يوسف، وكريم ما يعرفش. يوسف أول ما شاف الطفل عينيه دمعة تبص للطفل بشوق ورقة، بس ما قدرش يقرب منه قوي. كان بيبص من بعيد وواضح عليه إنه عايز يحضنه ويقوله إنه أبوه، بس ما يقدرش. أنا شلت الطفل ورحت ليوسف وقلت له تحب تشيله؟ قال لي ينفع؟ قلت له أيوة طبعا، انت عمه شاله وفضل. يبص فيه بحب واضح، كان بيبص في ملامحه ويدور على شبه بينهم. قال ليه شكله شبهي شوية؟ قلت له أيوة شبهك قوي. بعد الولادة بشهرين لاحظت حاجة غريبة، لاحظت إن كريم بقى يطلب مني أعمل الموضوع مع يوسف تاني. اتفاجئت، قلت له ليه يا كريم؟ احنا خلفنا عمر خلاص، مفيش داعي نكمل. قال لي لأ، أنا عايز نخلف كمان واحد، عايز عمر يبقى له أخ أو أخت. قلت له بس يا كريم ده كفاية. قال لي ليلى أرجوكي، أنا عايز عيلة كبيرة، عايزين نخلف كمان 2 أو 3. أنا اتصدمت من طلبه. قلت له انت عارف ايه اللي انت بتطلبه ده حرام وغلط ومش ممكن نفضل نعمله كده. قال لي انا عارف بس ده الحل الوحيد، انا مش هقدر اخلف بطريقة تانية. انا رفضت رفض قاطع. قلت له لا، انا مش هعمل كده تاني، انا تعبت نفسيا، انا حاسة بالذنب قوي وعايزة اتوب وارجع لربنا. كريم زعل قوي، قعد ايام ما بيكلمنيش، بس بعدين رجع طبيعي وعمل نفسه نسي الموضوع. بس انا كنت عارفة انه مش ناسي، كنت عارفة انه هيرجع يطلب تاني. وفعلا بعد 4 شهور رجع طلب تاني، المرة دي بطريقة مختلفة. قال لي يا ليلى لو انتي مش عايزة تعملي كده تاني انا هطلقك واتجوز واحدة تانية واخليها تخلف من يوسف. انا اتصدمت من تهديده، قلت له انتي بتهددني. قال لي انا مش بهددك، انا بقولك الحقيقة، انا محتاج اطفال كتير، ولو انتي مش عايزة تساعديني يبقى هلاقي حد تاني يساعدني. أنا خفت إن أخسر كريم، خفت إن أخسر عمر، خفت إن امرأة تانية تدخل حياتنا وتاخد مكاني. قلت له تمام، أنا موافقة، هعمل اللي انت عايزه، بس ده يبقى آخر مرة، بعد كده أنا مش هعمل تاني مهما حصل. قال لي تمام آخر مرة. ورجعنا تاني أنا ويوسف، رجعنا نعمل الموضوع ده. المرة دي كان مختلف، أنا ما كنتش حاسة بنفس اللذة اللي كنت بحس بيها في الأول. كنت حاسة بذنب أكبر، كنت حاسة إني بدمر نفسي، كنت حاسة إني واقعة في دوامة مفيش منها خروج. يوسف كمان كان حاسس بنفس الإحساس، كان حزين، كان بيقولي إحنا بنعمل غلط كبير، إحنا لازم نوقف. بس ما وقفناش، استمرينا شهرين كاملين نعمل الموضوع كل أسبوع مرة أو مرتين لحد ما حملت تاني. المرة دي لما عرفت إني حامل ما فرحتش زي المرة اللي فاتت. المرة دي حسيت بحزن شديد، حسيت إني واقعة في خطية كبيرة ومفيش خلاص. كريم لما عرف فرح برضه، بس أنا لاحظت حاجة غريبة، لاحظت إنه مش بيفرح بيا، أنا لاحظت إنه بيفرح بفكرة الطفل، بس لاحظت إنه بقى يبصلي بطريقة مختلفة، بقى يبصلي نظرة فيها نوع من الاحتقار، نوع من الشماتة، كأنه بيقولي انتي تحولتي لمجرد أداة لإنجاب الأطفال. وفي يوم من الأيام كنت أنا ويوسف في أوضة النوم بنعمل الموضوع زي العادة، فجأة الباب اتفتح، كريم دخل علينا. أنا جمدت في مكاني، كنت متوقعه فضيحة غضب طلاق، بس اللي حصل كان أغرب من كده. كريم دخل وبصلنا كده وابتسم ابتسامة غريبة، قال لنا كملوا كملوا. أنا بس جيت أتفرج، أنا ويوسف اتصدمنا، ما قدرناش نكمل. كريم قاعد على كرسي جنب السرير
وقال لنا ليه واقفين كملوا، أنا عايزة أشوفكم. قلت له يا كريم أنت بتعمل إيه؟ قال لي أنا بتفرج على الحاجة اللي أنا طالبها منكم، يلا كملوا. أنا عايزة أشوف يوسف وهو بيديك الراحة اللي أنا مش قادرة أديها لك. أنا حسيت بإهانة شديدة، حسيت إني مجرد سلعة، مجرد لعبة في إيد كريم. بس في نفس الوقت كان في جزء مني استثار من الموقف ده، جزء مني حس بإثارة غريبة. يوسف كان محرج قوي، بس كريم فضل يشجعنا يقول يلا كملوا، مش عيب، ده أنا اللي طالب منكم كده، أنا عايز أشوف الراجل حقيقي وهو بيشتغل. وفعلا كملنا وكريم قاعد بيتفرج. كان بيشجع يوسف يقول له كده، يا يوسف أديها حقها، خليها تصرخ، خليها تحس إنها ست. كان بيقول الكلام ده وأنا كنت حاسة بذل شديد، بس في نفس الوقت كنت حاسة بلذة غريبة، لذة ممزوجة بالألم والإهانة. الموقف ده اتكرر كذا مرة. بعد كده كريم كان بيطلب يتفرج علينا، كان بيقول إنه بيستمتع بالمنظر ده، بيستمتع إنه يشوف مراته مع راجل تاني. أنا ويوسف كنا نعمل اللي هو عايزه، كنا بقينا مجرد ممثلين في مسرحية هو اللي مخرجها. بعد فترة يوسف ما قدرش يستحمل الوضع ده، قرر إنه يسيب البيت. جه ليوم وقال لي يا ليلى أنا مش قادر أكمل كده، أنا حاسس إني بعمل حاجة وحشة قوي، أنا حاسس إني بأذي نفسي وبأذيكي وبأذي عمر. أنا قررت أسيب البيت وأرجع أعيش لوحدي. أنا عيطت قوي، قلت له لا يا يوسف ما تسيبناش، إحنا محتاجينك. قال لي أنا آسف يا ليلى، بس أنا لازم أمشي، لازم أبعد علشان أقدر أتوب وأرجع لربنا. ويوسف فعلا مشي، رجع شقته وسابنا. أنا حسيت إن جزء مني راح معاه، حسيت بفراغ كبير، حسيت إني خسرت حاجة مهمة. كريم لما عرف إن يوسف مشي زعل قوي، حاول يتصل بيه ويرجعه، بس يوسف رفض، قال إنه مش قادر يرجع تاني. دلوقتي أنا حامل في الشهر السابع في الطفل التاني، وعايشة في حالة من الندم الشديد، بندم على كل اللي عملته، بندم إني وافقت على طلب كريم من الأول، بندم إني خنت نفسي وخنت ديني، بندم إني استغليت يوسف المسكين اللي كان مجرد شاب يتيم محتاج لعيلة تحتويه، مش عيلة تستغله. أنا قررت إني هطلق من كريم بعد ما أولد الطفل التاني، قررت إني هسيب البيت ده وهاخد عمر والطفل الجديد وهعيش لوحدي. هحاول أربي ولادي تربية صح، هقول لهم الحقيقة لما يكبروا، هقول لهم إن أبوهم الحقيقي هو يوسف مش كريم، هقول لهم إن أمهم عملت غلط كبير وإنها بتحاول تتوب. أنا عايزة أرجع لربنا، عايزة أتوب، عايزة أبدأ حياة جديدة، حياة نظيفة ما فيهاش خطايا. أنا تعبت من الكذب، تعبت من الذنب، تعبت من إني أعيش حياة مبنية على الخداع. أنا عايزة أعيش بكرامة، عايزة أربي ولادي صح، عايزة أشوف يوسف وأقوله إني أسفة على كل اللي عملته فيه. ده اللي حصل معايا، ودي قصتي كاملة. أنا عارفة إني غلطت غلط كبير، أنا عارفة إني المذنبة الأولى في الموضوع ده مش يوسف. يوسف كان ضحية استغلال مني ومن كريم. كريم اللي استغل ضعفي وحبي ليه علشان يوصل لهدفه، وأنا اللي استغليت يوسف علشان أشبع رغبتي ونحقق حلمي في الأمومة. أنا دلوقتي بطلب منكم تنصحوني أعمل إيه؟ هل فعلا أطلق من كريم ولا أكمل معاه علشان خاطر الأطفال؟ هل أقول ليوسف إني أسفة ولا أسيبه في حاله؟ هل أقول للأطفال الحقيقة لما يكبروا ولا أخليهم يعيشوا في الكذبة دي؟ أنا محتاجة نصيحتكم، محتاجة حد يساعدني أرجع لطريق ربنا. أرجوكم انصحوني.